اتكلمت على الخطاب الديني. انا قلت عنوان وما دخلتش في تفاصيل، عشان يعني اللي يقوم بالدور ده مؤسسات الدولة بشكل مسؤول وبشكل واعي. لكن انا لقيت، ومش عايز اتكلم، لقيت يعني كلام مش لمصلحة القضية ديت. لقيت تناول في الإعلام مش لمصلحة القضية ديت. الخطاب الديني مش هيتم إصلاحه لا في يوم وليلة ولا بالطريقة ديت. ده عايز جهد مستنير من علماء أفاضل مستنيرين، لأن القضية دي قضية كبيرة جدا، والحقيقة بقى لها سنين طويلة يعني ما حدش تصدى لها. فأرجو إن احنا من غير ما أوجه كلامي لأي حد عشان ما حدش يفهم غلط، لكن بصراحة خلي بالكم انتم ما تضغطوش كمان على الرأي العام وعلى الناس في بيوتها وتخوفوها، لأن ما فيش أغلى من الدين. فلما قلت خطاب ديني وتجديد الخطاب الديني، كان المقصود بيه ان احنا يتم التحرك في هذا الموضوع بمسؤولية وبوعي وباستنارة، وارجو ان ده يبقى واصل لنا كلنا. وبقول دي تجربة، احنا تجربة مصرية، تجربتنا وثرائها